كرامتك وعزة نفسك. يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العظيم. لما تجاهد نفسك أخي الحبيب وأنت لا تحتاج أن تثبت شيئا لمن يراك حينا ويغيب حينا، من يتأرجح بمشاعره نحوك. كرامتك ليست حقل اختبار للآخرين. لقد كرمك الله سبحانه وتعالى، فلا تنتظر اعترافا بشيء مهدى من أحد، ولا تقف على باب يفتح فقط عند الحاجة وعند السؤال، ولا تساير مزاجا لا يتذكرك إلا إذا احتاج منك شيئا. فأنت لست دورا ثانويا في قصة أحد، ولست مؤقتا ولا بديلا ولا محطة انتظار لأحد. عز نفسك وعز كرامتك، حتى وإن لم يقدروا ما تفعله من أجلهم. فالكرامة وعزة النفس هي شرف المؤمن. فنصيحتي لك أخي الحبيب: حافظ على كرامتك وعزة نفسك. سلام عليكم.